الامارات يا جدعان، الامارات ده احنا بنلعب تقريبا منتخب من امريكا اللاتينيه. يعني لو بصيت على الجون اللي جابوه فينا، مين كايو لوكاس ومين نيكولاس خيمينيز وبرونو فيريرا ولا برونو اوليفيرا ولينكوفيتش في الدفاع. ده ايه يا جماعه منتخب التجميع ده مجمعينه تقريبا من شوارع البرازيل على الارجنتين على كولومبيا وجايين يلعبونا بيه. منتخب مصر الثاني النهارده بيتعادل مع الامارات للتعادل الثاني على التوالي على طريقه ايطاليا 2006 كده. شكلنا هنتعادل الماتش الثالث مع الاردن ونصعد للدور اللي جاي، عشان يبقى ده ترتيب المجموعه بتاعتك وقدامك فرصه للصعود. يا تكسب الاردن الماتش الجاي يا تتعادل مع الاردن، بشرط ان الماتش الجاي امارات والكويت يتعادلوا مع بعض. بس عندي راي كده محشور في زوري عايز اقوله يا كابتن حلمي. انتوا الجهاز الفني بتاع منتخب مصر الثاني عمال ينتقد في حسام حسن، وفي الجهاز الفني بتاع منتخب مصر الاول يقول لك ما بيعرفوش يدربوا. طب واللي احنا شفناه النهارده ده إيه يا كابتن؟ يعني الماتش اللي فات اشدنا بيك وقلنا انك عملت ماتش قوي. النهارده انت نازل من الشوط الثاني بتلعب دفاع بس، رد فعل بس، سايب الكره للامارات وبيهاجموا عليك بكل قوه وانت مش قادر تمسك الكره دقيقتين على بعض. احنا بعيد قوي يا جماعه والله وقسما بالله يا جدعان، احنا بعيد قوي. يعني يعني ده مش منظر بجد منتخب يعمل حاجه. احنا تقريبا رايحين نبوظ شكل البطوله. كل المنتخبات بتلعب حلو وكل المنتخبات بتقدم كره نظيفه تمتع العين، واحنا رايحين نبوظ لهم الشكل بتاع البطوله. فبصراحه يعني حال الكره في مصر مش هيتصلح طول ما الدنيا دايره نفسنا كده، وده يلقح على ده وده يلقح على ده. يعني انا مش فاهم الاثنين بيعملوا ايه، سواء منتخب مصر الاول ولا منتخب مصر الثاني. مش فاهم الاجهزه الفنيه بتاعتهم بتعمل ايه. ربنا يستر على الماتش الجاي قدام الاردن، لان من وجهه نظري الاردن هي اقوى فرقه في المجموعه كلها عموما يعني. فربنا يستر ونقدر نطلع من الماتش، يعني ناخد من الماتش اللي يصعدنا. فشاركني رايك في الكومنتات، هل شايف ان منتخب مصر هيقدر يصعد من عقبه الاردن ولا هيكون خروج مشرف كالعاده؟ بس ما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل فولو الملعب ويجي.